السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جربتي تلفي الكرنب بالمنظر ده؟ بجد وصفة رائعة جدا وجميلة. حابة نغير بقى التقليدي للمحشي العادي جدا بطريقة حلوة جدا، ما خدتش اي وقت وطعمها كان خطير جدا بجد. عجبت كل البيت وريحتها كانت فظيعة مالية قلب الدنيا كلها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل عملنا صالحا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للناس منا شيء ولا الشيطان منا نصيب، وتقبل اللهم منا بقبول حسن. لو أول مرة تشوفي قناتي تشرفيني بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والشير لأهلك وأصحابك وحبايبك، وتعليقي الجميل اللي بيسعدني. بجد الوصفة حلوة جدا، خليكي معايا لاخر الفيديو وهتشوفي بجد الوصفه جميله ومستحقيه التجربه. اول حاجه انا معايا الكرنبايه بتاعتي وفرغتها من النص زي ما انتم شايفينها بالمنظر ده. هبتدي اسلقها سلق عادي جدا زي ما بتسلقي اي كرنبه. بقى احنا بحب طبعا اغلي الميه على النار، وبحبش احط عليها اي اضافات خالص. بحب الطعم الطبيعي كده بتاع الكرنب المسكر الجميل ده، من غير اضافه بقى ولا ملح ولا كمون ولا اي حاجه من دي. هسلق بقى الكرنبه بتاعتي. اول ما هتتحط في الميه طبعا بتتفك كلها وبتفصل معايا. على ما تتسلق بقى نجهز معانا مكوناتنا. معايا خلطه المحشي بتاعتي، ومعايا فلفل الوان، ومعايا كمان كوبايه من الصلصه، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، وبصلايه او بصلتين كبار متقطعين، ومعايا كوبايتين رز انا نقعاهم وغسلاهم ونقعهم في ميه سخنه لمده ربع ساعه او 10 دقائق. انا عاملاهم في ميه سخنه لان عايزاهم يبقوا دايبين، لان الوصفه مش هتاخد وقت خالص معانا في العمايل ولا في الطبيخ كمان. حطيت نص معلقه من السمنه الفلاحي، وحطيت ملح وفلفل وبهارات لحمه وجنزبيل وبابريكا. وابتدي اقلب بقى الخلطه بتاعتنا الجباره دي وشمي احلى ريحه. تقريبا كده تعتبر إن زي ايه قريبه من نفس خلطات كده المحشي، بس الطريقه كانت جميله جدا وسهله ما خدتش اي وقت. يا دوبك التسبيكه، وقطعت الخضار والبصل والفلفل الالوان وجهزتها، بقت جاهزه معايا التسبيكه بتاعتي. او انت الخلطه بتاعتي الرز والحاجات دي بقت جاهزه معايا. حابه تضيفي اي اضافات زي ما انت عايزه. طبعا لو في اي حاجه من التوابل دي مش بتحبيها شيليها، عايزه تحطيها حطيها. وحطيت كمان معلقه شطه كمان معايا عشان تخليها طعمها حلو. هبتدي اقلب الخلطه بتاعتي الجباره دي. بجد طعمها حلو جدا وما خدتش اي وقت اطلاقا. يا دوبك الخضار اتقطع بقت جاهزه معايا وبقت جميله وما خدتش وقت ولا في اللف ولا في عيال. معايا جزرايه مبشوره، ومعايا بصلايه كمان متقطعه شرايح كده، وايه وقطعه سمنه صغيره نص معلقه من السمنه. هبتدي اشوح الخضار بتاعي دوت كده. يا دوبك يدبل بس لونه يصفر وخلاص على كده. عايزه اقول لكم بجد طلعت جبارة جدا والله، والتبطينة دي كده ادت طعم ولون جميل قوي قوي معانا. اول ما دبلت ولونها اصفر كده معايا، هبتدي انزل عليها كده بطماطمايه مبشوره. حبه طماطمايه واحده بس يا دوبك تعمل اللون معاكي، تبقى جميله جدا معانا. هنزل الطماطمايه واديها تقليبه كمان، وابتدي اتبلها بالملح والفلفل، وشكرا على كده. ونبتدي نشوف بقى المحشي هيتعمل ازاي. بجد جربيها الوصفه دي، ما خدتش وقت وما كلفتيش، مش هتندمي والله يعني. مش هتكلفك حاجه، بس جربيها وادعي لي ان شاء الله. جبت بقى الكمبايه بتاعتي بعد ما اتسلقت معايا السلق العادي جدا. انا كنت عامله قبل كده معاكم تفريزات الكرنب وازاي تحتفظي بيه، او اللي عملت قبل كده المحشي معاكم. تقدري لو انت عايزه تعرفي الطريقه ازاي موجوده ان شاء الله على قناتي. بمسك ورقه الكرنبه زي ما هي كده. شايفين انا بشيل بس العرق التخين اللي في النص، وبسيب ورقه الكرنب زي ما هي كبيره كده. هبتدي انضف كده معظم الموجود معاكم. عايزه اقول لكم ما خدتش معانا ورق لف كتير ولا مجهود، وكان طعمها حلو جدا بجد. دي بقى وصفه الناس المستعجلين، عايزه تاكلي محشي، عايزه تغيري بقى الحاجه التقليديه اللي معانا دي. بجد اعملي الوصفه دي. نضفته بالمنظر ده. عايزه اقول لكم ان الكرومبه دي كفت معايا اكتر من كذا يعني انا عملت منها اتنين من الطاسه دي. وتفضل معايا كمان كميه كمان من الكرنبايه. او انا خدت يعني ما شاء الله رمت كتير، لان والكرنبه مع اني مش كبيره، بس المحشي عمل بجد بالطريقه دي بترمي معاكي كتير قوي. حطيت جزء زي ما انتم شايفين كده، ولفيتها الورقه كامله بالمنظر ده. وابتدي الفها بقى شكل كده حلزوني كده دايره كده في قلب بعضها كده زي ما انتم شايفين. اسرع محشي ممكن تاكليه في حياتك، وطريقه حلوه ومختلفه شويه يعني عن المحشي التقليدي. وابتدي احطها في قلب الطاسه بتاعتي. عايزه تحطي بقى في الطاسه، عايزه تحطيه في حله زي ما انت عايزه. وعلى فكره انا سويتها على البوتاجاز من فوق. تقدري انت كمان تسويها في قلب فرن البوتاجاز او في طاجن. بتطلع جميله جدا في الطاجن كمان وفي البريم. يعني طاجن او بريم كده في قلب الفرن بتطلع خطيره جدا. حطيت الخلطه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. الخلطه اللحمه يعني احنا حاطين يا دوبك ربع كيلو لحمه مفرومه. يعني ما شاء الله بجد، يعني ما تعتبرش ان هي مكلفه ولا اي حاجه معايا. عايز تستغني عن اللحمه استغني، بس هي الوصفه بصراحه باللحمه طعمها كان حلو جدا، وكان تغيير كمان لنوع ايه المحشي اللي احنا بنعمله.
دي بقى وصفة الناس المستعجلين، الناس المبتدئة اللي مش بتحب تلف او مش عايزة تلف. بجد جربيها هتعجبك جدا. ما خدتش مننا وقت، كلها اتلفت ما كملتش ثواني، اقل من دقيقة او دقيقتين كنت خلصت كل الطاسة معايا كلها. ما شاء الله خلصت معايا، ولسه في كمية معايا تانية. هعمل حلة كمان تانية وهقول لكم كمان بشكل مختلف للناس برضو اللي مش بتعرف تلف ايه المحشي. جبت كوباية من الشوربة وابتدي اشرب بيها الخلطة بتاعتي دي. جميلة. عايزة تحطي شوربة، ما عندك الشوربة وحابة تحطي مية والتتبيله زي ما انت عايزه. هبتدي بقى احطها على النار، اول ما تغلي اهدي عليها واسيبها. حابه تحطيها في قلب فرن البوتاجاز بتطلع تحفه وخطيره، بس انا كنت مستعجله فعشان كده عملتها المره دي فوق الفرن على البوتاجاز من فوق. طبعا بقى حاجه تانية بقى حبيت اوري شكل تاني للناس برضو اللي مش بتعرف تلف. تقدري تلفيها واحده كبيره كده وتقطعيها قطع صوابع صغيره حسب ما انت بتحبي. عايزه تلفيها حلزون زي ما انا عملتها، عايزه تقطعيها قطع صغيره كده تعمليها كده. الطريقه دي كمان ما بتاخدش وقت، تلفيها كلها كده وابتدي قطعيها ورصيها. ما خدتش وقت. والخلطه كمان اللي انا عاملاها كمان كانت ما شاء الله، اللحمه والحاجات اللي انا حاطاها فيها كانت متماسكه كده مش بتفك، وخلي صبع المحشي جامد كده وكان جميل. شايفين بسم الله ما شاء الله بعد ما استوت شكلها جميل ازاي. الخلطه او التبطين اللي انا حطيتها مديها تيست طعمها حلو قوي ولون جميل جدا معاكي. شايفين؟ حابه بقى تحمريها في الشوايه زي ما انت عايزه. طعمها كان تحفه جدا، تستحق التجربه. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، يكون حاجه سريعه كده وسهله، ويا رب تكونوا استفدتوا. لو في اي تعليق في اي حاجه او اي سؤال اكتبي لي وانا هرد عليك ان شاء الله. والف هنا وشفا، واشوفكم في فيديوهات تانية واقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع امانته. في رعايه الله وحفظه حبايبي، مع السلامه.